الذهب كل ما كيغلى عاد كيزيد اختي كيحلى، وبالشرطلات اختي كيزيد كيحلى، وكل ما كان عليها الطلب الذهبيه كيفيقوا. ايه الشرطله كانت مبرومه ولا جميع الشرطلات. كاين الشرطله المبرومه والسامبل هي العشاق ديال الناس اللي كياخدوها وعليها الطلب بزاف. كي دايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير مزيانين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب العلي العظيم. نهار جديد وفيديو جديد مع اختكم رشيده. مرحبا بالناس الجداد اللي عاد كينضموا للقناه. كنقول لك اختي الحبيبه مرحبا بك. نتمنى ديري دويره خفيفه على المحتوى. انا متاكده غادي يعجبك المحتوى. عندي قناتي للاقتصاد والتوفير وخاصه بالمكافحات الطموحات الاخوات اللي كيبغيو يوفروا ويجمعوا، فمرحبا بك مره اخرى. وما تنسونيش بواحد اللايكات، الله يكبر بكم. وشكرا كذلك البنات القدام اللي معايا، متتبعاتي الوفيات اللي يخطيكم عليا داخل الوطن ولا خارج الوطن، المصريات الجزائريات التوانسه فين ما كنتي واخيتي، مرحبا بكم واللي يخطيكم عليا. بالنسبه للبنات الموضوع ديال الدبي يا اختي، غادي تقول لي شي وحده واش كنتي مازال ما ساليتي؟ اختي محد مازال ما ساليتي وانتم راه ما غاديش نسالي، حيت كي قلت لكم شوفوا البنات، الذهب شي حاجه اللي مهمه والله. غنقول لكم علاش في البدايه ديال الفيديو قبل ما نزيد الموضوع ديال اليوم الشرطله ان شاء الله اللي غنشاركها معكم. بالنسبه للاخوات اللي كيفكروا ياخذوا شرطله خصوص هذه اللي مبرومه والسامبل، فاختي شوفي كيف شتيو البنات كاملين، الذهب راه ماشي في الارتفاع. كل مرة كنسمعوه كيزيد، مرة واحد 10 دراهم 20 درهم وهو غادي، يعني كيتزاد في الثمن، ولكن الطلب كيتزاد كتر. داكشي علاش قلت لكم الذهب كل ما اختي غلا عاد كيحلى، عاد كتزيان الوقت كما كنقولوا. واخا راه هاد الهضره ما غاديش تعجب بزاف ديال الاخوات، ولكن هاد الهضره راه ماشي انا اختي اللي كنقولها، راه كنهضر انا غير في الواقع. انا راني فقط غير كنقدم لكم واحد المحتوى، كنقول لكم اشنو كاين، شنو هو الجديد، شنو الجديد في الذهب، اشنو كاين في الذهب، واش نقص، واش زاد غلا، شنو احسن حاجه تاخدي، الطريقه كيفاش تشري باش ما تشمتيش، باش ما تدوش داك الفكره، تحملوني انا المسؤوليه. متفقين اخواتاتي العزاز؟ فقط هذا غير توضيح. فاليوم غادي نجاوب البنات بزاف اللي تفاجات في صراحه الفيديوهات اللي كنت معكم ديال الذهب. بزاف ديال المتتبعات اللي تفاجات انهم باغيين يشريو يبيعوا الذهب القديم ويشريو الشرطله المبرومه والسالبل، لدرجه ان ذهبيه ولاو فاقوا شافوا. المهم البارح مشيت البنات عند مشيت للقصريه ديال الذهبيه هنايا في مكناس، ولقيت تفاجأت بزاف. اي وحده كتدخل كنلقاها كتسول على سميتو هاد الشرطله هادي المبرومه بالضبط، بالخصوص البنات الشرطلات المبرومه والسامبل. كاينين بزاف، كاينين هادوك ديال العظم، كاينه بزاف ديال الانواع، ولكن شت هادي عليها واحد الطلب كبير لدرجه ان الذهبيه فاقوا وبغاو يستغلوا الوضع وبغاو يزيدوا فيها الثمن. المهم انا باش ما ندوخكمش البنات غنمشي معاكم بدقه دقه كما كتقولوا لي في التعليق، رشيده ما تزربيش في الهضره وضحي لنا بكل وضوح باش نفهموا اكثر. المهم نتوما ولا الاخوات اللي خلاويه التعليق، بالنسبه نجاوب البنات اول حاجه نجاوبكم اللي قالوا لي رشيده شنو نظرك اللي باغا تبيع دمريش. كاينه اللي عندها واحد القدر ديال واحد المبلغ، واحد المتتبعه عقلت عليها عندها 6 د المليون، قالت لي في نظرك رشيده واش 6 د المليون واش نشري شرطله مبرومه والسامبل بحال ديالك وناخذ خاتم، ولا ناخذ ردكو بحال هذا ديال العنق، وناخذ واحد ديال اليد، وناخذ الحلقات والخاتم بحال هكذا. عافاك اختي رشيده، جاوبيني وفيديني وحتى المتتبعات ديالك قوليهم يفيدوني بشي حاجه. عندي 6 المليون ما بغيتش نضيعها، بغيت ناخذها كلها ذهب، شي حاجه اللي زوينه وديال الخزينه واللي ما ندمش عليها. انا عطيتها الاختيار، المهم وضحت ليها وقلت ليها شنو كاين، ولكن لقيت البنات كلشي كيهضر على الشرتلات، على هاد الشرتله هادي مبرومه. انا قلت لها خدي شرتله وها كيفاش. المهم واش هي كانت قالت لي عندي دمليج ولا براسليات اشنو ناخذ. المهم خليت ليها انا في التعليق، على حسب التعليق اللي قريت البنات جاوبتها. لقيت الاخوات بزاف كلشي كيهضر كيقول شرطله. كاينه اللي عندها واحد القدر المبلغ بغات تشري شرطله، وكاينه اللي كتبيع الذهب ديالها القديم باش تشري شرطله. شوفوا شرطله غادي نجاوبكم دابا لان عرفتكم كتسولوا على الشرطله.
هي زوينه، انا قلتها لكم البنات في الفيديوهات، ولكن كاين متتبعات جداد ماشي مشكل البنات الا كررت الفكره، حيت راه الناس الجداد كيدخلوا معنا وكيبغيو يستافدوا بما انها دخلت القناه، اذا راه باغا تستافد، باغا تسمع حتى هي الجديد، باغا تعرف شنو تاخذ. فداكشي علاش بعض المرات غادي يكون واحد شويه ديال التكرار. نتوما خصكم تصبروا لان كاين الناس الجدادين ما فيها باس حتى هما نساعدوهم. علاش لا؟ الحمد لله حنا كاملين في هذه القناه كنستافدوا بعضياتنا، كنفيدوا بعضياتنا والحمد لله. هذا هو اللي كاين البنات. فاحسن حاجه اختي الشتله زوينه، سواء في لا الزينه لا الخزينه، متفقين. زينه البنات كتر، وشرتله بدينا كنشوفوها مؤخرا ولات البنات بحال اللي غادي نقولوا موضه، ماشي موضه انها من الذهب الموديل كتحسب، لانها هي البنات كتبقى من الذهب البلدي اللي كتباع بالغرام. الجديد في الامر البنات لانه ولا عليها واحد الطلب كتير قبل من الاول. البنات راها قديمه وسميتو، يعني راه كانت قديمه هكذا الشرتله وكياخذوها الناس، ولكن مؤخرا ولا عليها طلب كثر. وكما كنت قلت لكم خواتاتي العزاز، راها هي كتحسب بالغرام ماشي بالثمن ديال الموديل. اللي اكتشفت البنات مؤخرا، غير مشيت عند هيبيه كندور وكنشوف الاثمنه وكنشوف الجديد وشنو كاين، لاحظت بزاف ديال الناس كيسولوا على الشرتله، لدرجه ان الذهبيه فاقوا بان هاد الشرتله ولات مطلوبه. وكي كنقول لكم ديما البنات في السوق، اي حاجه في السوق فين ما مشيتي كيكون عليها الطلب، راه كيكون عليها حتى الثمن، متفقين. فهاد الشيء علاش كنشجعكم حتى نتوما تاخذوا الشرتله، ماشي حيت عليها الطلب. البنات انا راه قبل ما يكون عليها الطلب لهاد الدرجه، انا راه قبل كنت كنصحكم كنقول اي وحده بغات تخزن فلوسها، اي وحده بغات دير الذهب ديالها، خودي شرتله، خودي شرتله احسن لك من هاد الشيء كامل اللي كتشوفي. بالنسبه للثمن، الثمن البنات كتحسب بحالها بحال الثمن ديال البلدي اكيد بالغرام. البنات غيقولوا لي رشيده بشحال واصل عندكم الغرام؟ البنات البارح واصل ب 800 اختي، واصل ب 870 درهم، ب 800 البنات و70 درهم، اللي هي اختي 16000 ريال و400، 16000 ريال و400. كنهضر بالريال وبالدرهم باش هكذا كل شيء يفهمني، حيت فعلا كيطلبوا مني اخوات رشيده ما تنسايش معنا، هضري معنا بالريال. كاينين الناس اللي كيحسبوها بالريال، نتمنى البنات ما ننساش، كنحاول نتفكر. المهم الثمن ديالها كما قلت لكم واصله البنات ب 870 درهم للغرام، 870 درهم للغرام. ثاني حاجه البنات ولات قليله في السوق، هذه هي المفاجاه اللي بغيت نقول لكم، ولات قليله في السوق. علاش البنات؟ واحد الملاحظه لاحظتها كذلك، الذهبيه كما قلت لكم فاقوا. شنو المعنى بانها فاقوا؟ ولا اختي كيخبيوها. غادي نقول لكم علاش. بحكم انني هذا الاسبوع كامل تقريبا راه كنطلع البنات، عندي شي اغراض كان المهم كنقوم بهم هكذا، وفي نفس الوقت كندوز حدايا النيت القيصريه، تما النيت بالضبط كنمشي البنات باش كنجيب لكم الجديد. اكيد حتى انا البنات راه متابعه الثمن والاخبار اللي الذهب، وكنبغي نعرف اكثر، وكنبغي ندي فكره، وكنبغي كنتلاقى تما المتتبعات. بعد تحيه كبيره لهم الاخوات اللي تلاقيتهم، واحد الميمه الغزاله، واحد الحاجه اللي تلاقيتهم، الصراحه الله يعمرها سلعه. عقلوا عليا غير بصوتي، عقلوا عليا غير بصوتي وبالخاتم، عرفوني بالخاتم وبالصوت ديالي. تحيه كبيره ليهم، الله يعمرها سلعه الصراحه، ناس طيبين غير بكلامهم الزوين، وشكرا لهم على الدعوات ديالهم معايا. كيف قالوا حتى هما نفس الملاحظه لاحظوها، كلشي لقيتو. مهم اول حاجه البنات باش ما نتلفكمش، كلشي لقيتو اغلبيه الناس جايين كيسولوا على هاد الشرطله، هذه المبرومه بالضبط، هاد المبرومه، ما كنهضرش على انواع اخرى. هاد المبرومه ما عرفتش علاش البنات اللي ولات عليها واحد، ولا عليها واحد غادي نقول واحد الطلب كبير في القيصريه، مهم عندنا هنا في مكناس. لدرجه ان الذهبيه دخلنا عندهم ما لقيناهاش عندهم. انا اللي لاحظت انها ماشي حيت ما كايناش، لان بحكم انني هذه تقريبا اسبوع وانا تقريبا كنمشي وكنشوف،
كان ولو غير ما كندخلش انا لعندهم لداخل، غير من على برا من البيترينا، راكم عارفين في البيترينا كتشوفي كاع المجوهرات كيكونوا مستفين، كتعرفي الخويتمات واش كاينين، كتشوفي الكورميطات كذلك هاد الرادكو كاينين ما شاء الله كثارين، كتشوفي سنيسلات، كتشوفي الخواتم. المهم هادو كانوا كثارين البنات. انا تصدمت غير ما لقيتهمش، قليل اللي كتلقاي عندي شي وحده ولا جوج. غادي نقول لكم علاش. حيت الذهبيه اختي فاقوا ولاو كيخبيوهم. علاش كيخبيوهم؟ حيت عليهم الطلب، والحاجه غير كتكون عليها الطلب كتكون عندها القيمه اكثر، وباش انه هو يستغل الفرصه ويربح فيها كيخبيها. علاش كيخبيها؟ باش النهار اختي تجي يجيو الكليانات فعلا ويشوف الناس عليها واحد الرواج وباغيين يشريو، كضرب الدقه ديالته، ماشي حيت ما كايناش في السوق. المهم هذه البنات بغيت نشاركها معكم. ردوا البال لا تصيدوا، ردوا البال لا تصيدوا. فاي وحده بغات تاخذ هاد الشرطله هذه وبغات تمشي تاخذها وما لقيتيهاش اختي عند دهيبي، غير صبري، راه ماشي ما كايناش، ما تزربيش على رزقك لا تاخذيها بالثمن اكثر من الثمن ديالها. هذه حيل كيديروها. وكذلك هذه الملاحظه راه ماشي انا الوحيده اللي لاحظتها، لقيت تما سيدات اللي نفس الملاحظه لاحظوها. قالك ما يمكنش، هذه يومين جينا لقينا ما شاء الله تقريبا كلشي عندهم، كيفاش زعما تباعوا في دقه واحده؟ ما يمكنش، هادشي مستحيل، يعني كاينه شي حاجه اخرى. المهم هذه بغيت نوصلها لكم. بالنسبه للاخوات اللي سولوني رشيده واش نبيعو الذهب القديم باش نشريو شرتله، وبالخصوص واحد متتبعه قالت لي عندي دمليجه غليظ ما شاء الله كيهز حتى 60 غرام، 60 غرام، غليظ بزاف، ماشي ديالها، ديال الجده ديالتها. فقالت لي شنو بان ليك نبيعو باش نشري شرتله، واش فكره زوينه ولا لا؟ شوفوا، شرطله اللي قلتها لكم وهضرت لكم عليها يعني زوينه وما عمرك تندمي عليها وخزينه، ومنها شي حاجه موديل وتلبسيها وقتها هادي لان ولات مطلوبه وكلشي كيلبسها، متفقين ياك؟ ولكن الذهب القديم وبالخصوص البلدي، غير كنقولوا البلدي وفيه غرامات، فإلا كنتي عارفي ان الذهبي غادي يعطيك الحق ديالها، ماشي عيب انك تبدليها وتاخدي شرطله. انا راك كما قلت في واحد الفيديو، انا ما كنبغيش غير انك تبيعي وتشدي الفلوس وتجي لدارك، كوني متاكده راه ما غاديش من غير الا كنتي واقفه عليهم اكيد ومحتاجه فلوسهم. فهاديك ما عندك ما ديري، لان اصلا ما كنديرو حنا الذهب كنديروه غير اوقات الشده كما كنقولوا، نهار نوقفوا عليه نحتاجوه نبيعوه. ولكن الا اختي غير غتبيعيه وتجي للدار وتحطي فلوسو، فانا كنصحك ما تبيعيهش. اما بالنسبه للاخوات اللي باغيين يبيعوا باش يشريو شرطله، الا جاب لك اختي الثمن حاولي تشوفوا الثمن. بالنسبه للثمن الا بعتيه، لان كانت خلات لي واحد متتبعه قالت لي اختي رشيده عافاك، قولي لينا غير كتمشي تبيعي بشحال كيحسب لك. البنات كل على حسب ذهبي وبشحال كيحسب، ما كاينش ثمن محدود. باش نقول لكم الصراحه حيت انا مشيت وجربت، انا راه ماشي مره ماشي جوج اللي كنت ديت انا الذهب ديالي وشفت. لاحظت واحد ملاحظه، راه كاين اللي كتلقاه طماع كيجيب ليه بالو ان الكليان ما كيفهموا والو، يقدر يضمسك كما كنقولوا ولا ما عرفت شنو كيقولوا راسو، لدرجه كيحسبوا لك بالنص، بالنص الثمن. تصوري نتينا الذهب الغرام حنا نقولوا غير كان نهار كان 800 الغرام ياك، كان غير 800 الغرام، كاين اللي كيحسبوا لك ب 400 الغرام. انا البنات هذه لاحظتها انا وحده، واحد المره كان وقعت ليا مع واحد دايبي، صافي قلت له واخا شكرا شدي دايبي خرجت. بغى يدير معايا مفاوضه هكذا يعني نزيدك والى اخره، قلت له راه باين واخا تزيدنا راه باين العربون من الاول كما كنقولوا، ماشي بغى يزيدني في الغرامات. شنو بغى يزيدني؟ قال لي يزيدك واحد 200 درهم، يعني 200 درهم تجي تقسميها نتين غتلقاي واش تلقاي 10 دراهم اللي زادك، يعني شحال غيحسبها لك كاع؟ غيحسبها لك سميتو ب 410 دراهم للغرام، يعني فهمتيو؟ يعني راه كيديروا راسهم حتى هما راه مطورين، ماشي بحال اللي كتمشي انت تشري. انت راه قلت لك كما قلت لكم، راه الفاصله والله البنات ما يسمح لكم فيها. شتي 0.10 ولا غير 0.6 والله حتى كيحسبها لكم بكاليكاتريس، ولكن انت تمشي تبيعي ليه يضرب لك حتى بالنص. انا هذه وقعت لي البنات، داكشي علاش ما نقدرش نعطيكم بالضبط الا بغيتي تبيعي بشحال، حيت على حسب كل واحد والمعامله ديالته، كل واحد والضمير ديالو، وكل واحد كيفاش كاين اللي كيبغيها كامله
طماع كما كنقولوا، وكاين اللي كيحاول يدي حقه كما كنقولوا، كيحاول يربح معاك غير الحق ديالو. هادشي اللي كاين اخواتاتي العزاز بالنسبه لي. الا جيتي اختي تبيعي، الا جاب لك الثمن كما قلت لكم البنات، عرفتوا راسكم غادي تربحوا فيه. غادي يحسبوا لك بواحد 700 درهم على الاقل، بعدا واحد 700 درهم بحال هكذا، حتى كاع نفترض الا ما عطاكش الثمن يعطيك بعدا واحد 680 درهم بحال هكذا. فإلا لقيتي بأن فعلا داك الدمريج ولا داك قطعة الذهب اللي عندك أنها فعلا جابت لك واحد الربح ودوزات معك مدة طويلة وفرحتي بيها وبغيتي تبدلي، توكلي على ربي. أما بالنسبة إلا غيعطيك نص الثمن كما وقع لي أنا، ولا يعطيك واحد الثمن اللي لا علاقة مع الثمن الحالي ديال الذهب، فمن الأحسن البنات تحافظوا على الذهب ديالكم القديم، لأن ما كاين ما أحسن من القديم. البنات اللي غيقولوا لي شنو أحسن، واش الذهب القديم ولا الذهب الجديد اللي حاليا، شوفوا البنات، الاصل كيبقى الاصل، دابا الاصل كيبقى الاصل ما كيتبدلش، والجديد غير البنات غير تقليد، الجديد غير تقليد. فبصراحه اللي ما وقفاش على فلوسها، اللي عندها ذهب صحيح تحافظ عليه. هادشي اللي كاين خواتاتي العزاز. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش باللايكات، الله يكبر بكم. لايكات اختكم رشيده، وشكرا لكم مره اخرى.